هو ايه اللي بيحصل في مدينة نصر؟ لو عايز تعرف تابع معايا لاخر الفيديو. انا ياسمين طارق ودي النشرة العقارية. الشركة دي اتأسست سنة 59 ايام الرئيس جمال عبد الناصر، وكانت معروفة باسم مدينة نصر للاسكان والتعمير. بس مع التوسع الرهيب في الجمهورية كلها بقى محتاجين لاسم جديد، ومن هنا جه اسم مدينة نصر. وهنتكلم النهارده عن اكبر 3 مشاريع ليهم في شرق القاهرة: تاج سيتي وسراي وباترفلاي، وكل مشروع ليهم ليه طابع خاص وموقع مميز جدا. تاج سيتي على طريق السويس امام مطار القاهرة مباشرة، يعني في قلب الاحداث. عندك سراي برضه على طريق السويس، سور في سور مع مدينتي، موقع استثنائي على مدخل العاصمة الإدارية. أما بقى باترفلاي فده هيبقى أول مشروع فيلات في أفضل لوكيشن في مستقبل سيتي. يعني لو عايز تسكن تستثمر في شرق القاهرة هتلاقي 3 مشاريع تناسب الموقع اللي بتدور عليه، سواء كنت عايز تبقى قريب من وسط البلد أو عايز تقرب لمستقبل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية. أهم حاجة بقى بتميز الشركة دي الفيلات بتاعتها، عاملين فيلات مخصوص علشانك. ولو بصيت على السعر هتلاقيها بنفس سعر الشقة 3 نوم عادي، يعني رغم ان مساحة الفيلا 210 و240 متر، وبتبدأ من 4 غرف نوم وبتوصل ل6 كمان. اما بقى لو عايز تعرف ايه اللي بيحصل في مدينة نصر فتعال اقولك ان مدينة نصر عاملين اوفر مش طبيعي. هتقسط وحدتك بدون مقدم على 12 سنة اقساط متساوية، يعني بقى ولا دفعات سنوية ولا دفعة استلام، قسط ثابت ومن اول يوم. يعني الفيلات اللي اتكلمنا عليها 210 4 غرف نوم وبحديقة خاصة يعني خصوصية، وكمان في اميز مرحلة في الكومباوند بقسط الشهري 100,000 جنيه بس، وكأنك بتقسط شقة 3 غرف نوم وبسعر النهاردة. والأوفر مش بس على الفيلات، لا ده كمان على شقق غرفتين و3 نوم بنفس خطة سداد على 12 سنة وبدون أي دفعات وبدون مقدم. أظن كده الفرصة ما بتجيش مرتين. الأهم بقى إنك تبقى صياد فرص وتقدر تاخد القرار. لو عايز بقى تعرف إيه الوحدات المتاحة وأسعارها تواصل معانا دلوقتي. كنت معاكم في النشرة العقارية، أول محتوى مرئي عن أخبار العقارات في مصر. ولو عجبك المحتوى اللي بنقدمه لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.